طبعا انا في مجال الامراض الجلديه، انا كل الناس عارفه ان انا بأدين بالفضل لاستاذي رحمه الله عليه دكتور عبد الرحيم عبد الله، او يعني خليني اتكلم الفاميلي دي كلها. دكتوره مروه عبد الله، دكتور محمود عبد الله اولاده، وكمان دكتور عبد الرحيم. هو الحقيقه يعني احتضنني من اول ما كنت في النيابه من 2003 لغايه سنه 2005. الثلاث سنين دول انا جنبه في العياده الخاصه، بتعلم منه كل حاجه، مش بس طب. بتعلم منه اتعامل مع الناس ازاي، اعالج العيان ازاي، اعالجه جسمانيا واعالجه نفسيا كمان من المشكله اللي عنده، اتعاطف معاه ازاي، اتابعه ازاي، اكتب العلاج ازاي، ادور ايه مشاكل العلاج ده. فتعلمت منه م، يمكن طب، وتعلمت منه كمان اسلوب حياه. الراجل اللي اثر فيا دكتور عبد الرحيم، دي كانت جزء من نصايحه. وانا ماشي من العياده بعد ما علمني، فسالته سؤال، قلت له حضرتك عملت معايا اللي ما حدش عمله. انا مش ابنك، ولكن ابنك العلمي. انت قعدت معايا 3 سنين علمتني كل حاجه، انا هخدمك ازاي؟ مش هعرف. قال لي عايز حاجه واحده بس؟ قلت له اه. قال لي اللي اتعلمته مني علمه لحد علمه تاني. للناس. اتعلمت حاجه وبقيت متفوق فيها، ما تحبسش العلم يا عمرو. هو راجل جميل انا بحبه، يعني فعلا بديله زي والدي، وربنا يرحم امواتنا جميعا يا رب ويكرم الناس يا كلها. رب.